سلام ونعمة حبايبي القديسين والقديسات، برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ليه وازاي. كنا في رحلة لدير من الأديرة. كان في الوقت ده الأديرة كانت زمان، يعني كانت الأديرة بتسمح إن الأسر والعائلات تبيت في الدير. وبالفعل بعد ما زورنا وأخدنا راحتنا في الدير وسلمنا على الآباء وصلينا وعملنا حاجات حلوة كتيرة كتيرة خالص جوه الدير. فدخلنا المكان اللي إحنا بننام فيه، هو زي عنبر كده بيبقى مليان سراير. ودخلنا كل الأسرة اللي كانت أسر كتيرة كانت موجودة، ما كنا طالعين بأتوبيس كبير، فأسر كتيرة كانت موجودة ودخلنا عشان خاطر ننام. بشكل أو بآخر لقينا إن السراير مش مكفية كل الناس إن هي تنام عليها. والدنيا ضلمت بعد الساعة 10، كان التوقيت دون خلاص الدنيا ضلمت ومفيش نور خالص، والدير طفى النور، وكان فاضل عمه كبير في السن كان موجود. أنا كنت صغير برضو ما كنتش كبير قوي. فلقيت حد من الأطفال اللي كانوا موجودين معانا في الرحلة، شخص أعرفه جدا جدا، قام وقال لعمه تعالى عمو نام مكاني عشان خاطر تستريح، لأن الرحلة كانت طويلة وسفر بعيد وكده يعني. فعلا هو نيّم عمه مكانه. إحنا كلنا تقريبًا كنا بدأنا إن إحنا ننام، فأنا كنت نمت وكل اللي حوالينا تقريبًا ناموا، لكن أبو الولد آآ فتح عينه لقى الولد واقف ساند ضهره على الحيطة. كان حاطط في دماغه إن عمه ده الراجل الكبير ده إن هو يريّح وينام، وهو مش مهم، ممكن إن هو يريّح على الحيطة وما ينامش. فباباه قال له: "أنت بتعمل إيه؟" قال له: "أنا واقف يا بابا." فقال له: "حبيبي طب أنت ما نمتش ليه؟" قال له: "أصل بصراحة عمو كان ما لوش سرير، فأنا حبيت إن هو يستريح، وأنا ما فيش مشكلة ممكن إن أنا أقف يعني." قال له: "حبيبي هتقف لغاية الصبح، يعني إحنا بنتكلم إن بعد الساعة 10 لغاية الصبح الساعة إحنا ممكن نكون هنصحى مثلًا الساعة 5، 6." فأنتم متخيلين يا حبايبي يعني هو آآ ضحّى براحته، وضحّى بإن هو ينام واستريّح علشان خاطر حد كبير في السِن يُقف أو ينام ويستريّح مكانه. بصراحة مشاعر جميلة يعني يعملها حد من القديسين يعني، وفي الحقيقة أنتم قديسين يعني. منتهى البراءة ومنتهى الفكر النقي وبمنتهى التضحية. الشخص ده كبر وبقى كبير وراح الدير اللي هو كان حَب إن هو يريّح فيه عمه ده، اترهبن في الدير ده، وبقى أبونا موجود في الدير، وحاجة جميلة يعني. ربنا ينفعنا ببركة صلواته يعني. وبالشكل ده نتنقل للسؤال الجديد، والسؤال بتاعكم بيقول: ربنا خلق الإنسان ليه؟ يعني إحنا لمّا نيجي نقعد كده يا رب أنت خلقتني ليه؟ وكتير مننا ممكن يسأل السؤال ده، يقول: هو ربنا خلق الإنسان ليه؟ هل خلقنا عشان خاطر نعبده ونقف في الكنيسة ونقول كيريا لايسون ونعمل مطانيات ونصحى الصبح بدري عشان خاطر نحضر قداس ونقف نصلي بالأجبية والإنجيل والحاجات دي؟ يعني هو ربنا خلقنا ليه؟ شوفوا كده، أنا هاقول لكم الموضوع بمنتهى البساطة يعني. عارفين لمّا يكون في أب غني أوي، ربنا بعت له نِعَم كتير وحاجات كتيرة حلوة، وحاسس إن الحاجات الكتيرة ديّة ربنا مدّيها له بزيادة، فعايز يجيب حد كمان يستمتع معاه بكل الغنى وكل المجد وكل الحب، فبيقرر من جواه إن هو يجيب طفل عشان خاطر الطفل ده يبقى هو ابنه حبيبه اللي هي يملك معاه ويرث معاه كل الحاجات الجميلة اللي موجودة عنده. ده لو واحد غني وموجود على الأرض، وغنى ربنا عظيم، محبة ربنا عظيمة جدًا. يعني شوف أنت بابا وماما يحبوك قد إيه وبيحبوكِ قد إيه. ربنا يحبنا جدًا، 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 ولأجل محبته لينا خلقنا ووجدنا هنا على الأرض. وعلى فكرة كل واحد وواحدة فينا ليه رسالة، اتخلق عشان خاطر يعمل حاجة في الدنيا ديّة بتكون سبب بركة وسبب خير. خلّيك أنت تملّي تفكّر من جواك إن أنت وجودك على الأرض هنا وربنا لمّا خلقك كان بسبب خير حد. أنت بتعمل حاجة تخدم بيها
ناس موجودة حواليك، أنت سبب بركة لناس موجودة حواليك، أنت سبب بيتمجد بيك اسم ربنا يسوع المسيح. شوفوا كده ربنا يقول ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. حبيبي أنت موجود على الأرض هنا، أنت بتمجد ربنا، أنت بتعمل عمل خير أنت مش عارفه، يمكن ما تعرفوش، يمكن تعمل حاجة أنت ما خدتش بالك إن ديّة تكون بتفرّح حد أو بتسعد حد. يعني بنتكلم عن القديس الأنبا أنطونيوس، راح وعشان خاطر يعيش مع ربنا فأسس حاجة اسمها نظام الرهبنة، ونشوف الرهبان موجودين في الأديرة، حاجة جميلة وتفرّح وحاجة كده تحس إن الملايكة موجودة على الأرض. نتكلم عن القديس حبيب جرجس، كان بيجري عشان خاطر يوصّل كلمة ربنا لكل بيت في الكنيسة المسيحية، فعمل حاجة اسمها مدارس أحد اللي أنتم بتحضروها، وطلّعت مدارس أحد دي قديسين ورهبان وأساقفة حاجة جميلة. وجودنا وربنا لمّا ادّانا نعمة إن إحنا نتوجد على الأرض، ده لأجل حاجة جميلة أكيد إحنا هنكون سبب ليها لناس تانية يمكن إحنا ما نعرفهمش، أو يمكن نعرفهم. ممكن أكون أنا قاعد في بيتي وباصلّي علشان خاطر حد تعبان، أو علشان خاطر حد بعيد عن الكنيسة ونِفْسي إن هو يقرّب وييجي للكنيسة. فكرة إن أنا ممكن بتصرُّفاتي والحاجات الجميلة اللي أنا باعملها، فالناس تبُص كده فتقول لك الله ولاد ربنا دول حاجة حلوة أوي، يعني إذا كان ولاده بالشكل الجميل ده، أُمّال ربنا نَفْسه بقى يبقى عامل إزاي؟ نعمة جميلة إن إحنا اتوجدنا في الكون على الأرض، وربنا بيهيأ لنا الطريق كده علشان خاطر نبقى موجودين في حضن ربنا ونتحد بيه، وننعم بكل المحبة وكل الخير اللي ربنا هيديه لنا ويخلّينا إن إحنا نرثه في ملكوت السماوات. نحفظ مع بعض الآية. الآية بتقول: "نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا." دي موجودة في سفر التكوين إصحاح 1 آية 26. ربنا يحافظ عليكم ويفرّح قلوبكم، أشوفكم المرّة الجاية، سلام.